I'm tired of these absolutely vile rumors. Let's look at the tape. انا متاخر عارف والله، والتاخير ده خلاني الغي فيديو كل اللي محتاج تعرفه قبل الفيلم وفيديو المراجعه بدون حرق. بس زي ما هو واضح من العنوان الفيديو ده فيه حرق للفيلم. لو حابب تعرف الفيلم حلو ولا لا فالفيلم فشيخ، روح شوفه بس ما تكملش الفيديو عشان ما يتحرقش عليك. هنشرح نهايه الفيلم والمشهد اللي بعد التتر. انا عارف ان في تساؤلات كتير حوالين مستقبل ديدبول وولفرين في افلام عالم مارفل. عندنا افنجرز 5 وافنجرز سيكريت وورز هيتعرضوا في المستقبل، فكان في تلميحات كتير ان ديدبول دخل رسميا في عالم مارفل خلال الفيلم، وهيو جاكمان هيرجع بشخصيه وولفرين يعمل افلام تانية. فكل دي كانت مقدمه. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا نبدا. في نهايه الفيلم عميل التي في اي بارادوكس اللي عمل دوره ماتيو مارفاديان بيحاول يسيطر على التي في اي ويغير سياساتهم انه يتخلص من الخطوط الزمنيه الميته اسرع. بنشوف كمية نكت خلال الفيلم عن ازاي الدنيا كانت ماشية في عالم مارفل قبل مسلسل لوكي الموسم الأول والتاني. الفيلم أحداثه بتدور بعد لوكي الموسم التاني، فأنت محتاج تتخيل إله قصص لوكي قاعد في نص الأكوان المتعددة ومربط كل حاجة مع بعض وعامل شكل شجرة. عشان كده في الخلفية في مشاهد التي في اي بتشوف الخط الزمني معمول على شكل الشجرة، تلميح لنهاية الموسم التاني من لوكي. بارادوكس مش عاجباه الطريقة الجديدة بتاعة التي في اي، فصنع جهاز اسمه كاسر الوقت أو تايم ريبر عشان يتخلص من الخطوط الزمنية بشكل أسرع. ده جهاز جديد ما شفناهوش في لوكي الموسم الأول أو التاني أو مع كانج. الحاجة التانية الجديدة اللي اتقدمت في الفيلم ده هي فكرة الانكر بينز. اعتقد انهم قدموها عشان هيتم استخدامها في فيلم سيكريت وورز، بس دي حاجة ما اتذكرتش في مسلسل لوكي. في الانكر بينج على حسب اللي اتقال في الفيلم فانك تكون في خط زمني مختلف، ولكنه مهم لانه بيساعد على ثبات واستقرار الخط الزمني الرئيسي، عشان كده اسمه انكر او مرساة يعني. وبمجرد ما الشخص الاساسي في الخط الزمني ده بيموت فالخط الزمني بيتدمر، بس الموضوع ده بياخد الاف السنين عشان يحصل. فبارادوكس مش عايز يستنى كل ده وعايز الموضوع يخلص اسرع زي ما كانوا بيعملوا قبل احداث مسلسل لوكي، فعشان كده عمل التايم ريبر. فده بيوضح ليه هو بيعمل كل ده في الفيلم، لان هو المفروض خلال الفيلم انه شرير ثانوي بعد كاساندرا نوفا. بارادوكس بيخون كاساندرا نوفا اللي التي في اي شخصيا كانوا عاملين معاها اتفاق انها تعمل اللي هي عايزاه على ذا فويد بلانيت او الكوكب الفارغ طول ما هي موجوده هناك وما راحتش في حته. بارادوكس بيحاول يقتلها عشان مش عايز يتعامل معاها تاني، فبتسيب الكوكب بتاعها وبتاخد التايم ريبر وبتحاول تستخدمه في انها تدمر كل الخطوط الزمنيه، فيبقى الكوكب بتاعها هو الكوكب الوحيد اللي موجود في الكون. بالمناسبة الفكرة دي نفس فكرة ذا سيكريت وورز، إن كل الأكوان هتتدمر ويتبقى كوكب واحد اللي هو باتل وورلد. كوكب الفراغ ده أو زي ما بيتقال عليه ذا فويد بيعتبر نسخة مشابهة لكوكب باتل وورلد في الكوميكس، إن ناس كتير من عوالم مختلفة هيتجمعوا على كوكب واحد وبتاع. المهم ديدبول وولفرين بيوقفوا كاساندرا نوفا وبيدمروا التايم ريبر. بارادوكس بيتقبض عليه من هانتر بي 15 وبتحبسه، ربما في الاخر هينفوه ويودوه ذا فويد برضه لان ده يعتبر طريقه تعامل التي في اي مع مساجينهم. ديدبول بينقذ الكون بتاعه اللي بيتقال خلال الفيلم انه الكون 10005 اللي هو قبل كده اتقال انه نفس الكون بتاع افلام عالم اكس مين، فده بيأكد لنا ان ديدبول كان في العالم بتاع اكس مين طول الوقت. تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن شويه تفاصيل داخل الفيلم، زي مثلا ليه كان في 2 كولوسز في الفيلم. بس النقطه دي كان ديدبول بيرمي عليها افيهات كتير خلال الفيلم، زي ايه ده عندنا 5 نسخ من ذا بانيشر وعندنا نسخ جديده من جاجرنات وكده. بس تعالى نتكلم دلوقتي عن هيو جاكمان. احنا عارفين ان وولفرين الاصلي مات في نهايه فيلم لوجان، الكون بتاعه ابتدى يموت ببطء، ولكن اللي وقفه عن الموت وخلاه يرجع تاني هو شخصيه وولفرين الجديده اللي عملها هيو جاكمان، لانها ينفع تستبدل شخصيه وولفرين الاصليه اللي هو بدلنا قصب بقصب يعني فعليا، مع احترامي لولفرين. طالما الولفرين الجديد في نفس عظمة القديم فخلاص يقدر يستبدله. ممكن دي حاجة تضايق بعض محبين الشخصية بس هم شرحوها كده في الفيلم. ديدبول مش هيبقى الانكر بتاع الكون ده، ولكن اللي هيكون الانكر هو وولفرين الجديد. بعدين بنشوف تلميح عن الشاورما. ديدبول قال ان الافينجرز هم من اكتشفوا الشاورما، تلميح عن المشهد اللي كان بعد تتر النهايه في اول فيلم افينجرز خالص. خلال الفيلم عموما كان في تلميحات كتير عن اول جزء للافينجرز ده. في تفصيله تانية برضو ان زي ما احنا عارفين ان وولفرين ده مش بتاع عالم الاكس مين الاصلي، ولكنه من كون مختلف. الفكرة بقى انه عارف الافينجرز وقال انه بيكرههم، ده مش شرط يكون معناه ان الافينجرز كانوا موجودين في عالم اكس مان الاصلي اللي ديدبول جاي منه، لان زي ما قلنا وولفرين اللي في الفيلم ده من عالم مختلف تماما. ولكن فكرة ان الاكس مان والافينجرز موجودين في عالم واحد دي بتمهد لان وولفرين هيرجع تاني في فيلم سيكريت وورز، لان المفروض ان كريس ايفانز هيرجع في سيكريت وورز برضه، بس ما قالوش هيمثل انهي شخصيه تحديدا. في اخبار بتقول انه هيلعب دور نسخه من نسخ كابتن امريكا. دور بول بيفضل في عالم اكس مان الاصلي وديد بول بيتبناه، وهو كان واضح انه بيحاول يعمل كده طول الفيلم. وبعدها بياخد وولفرين معاه بيته عشان يقعد معاه ومع بلايند اول اللي هي الست الضريره اللي عايشه مع ديد بول، وده برضه بيورينا ان وولفرين مكمل معانا شويه في افلام جايه اتمنى يعني. خلال الفيلم وولفرين قال لديد بول انت مش هتشوفني تاني، وديد بول قال له لا لا خليك. فواضح انه كان في افيه يعني ان وولفرين يا دوبك طالع بدور واحد في فيلم واحد، ولكن اعتقد انه مكمل. وبنشوف افيهات كتير على شخصيات من عالم مارفل نفسه. بعدين بنشوف كل اصحاب ديد بول من الجزئين الاولانيين قاعدين على ترابيزه على طريقه الافينجرز في مشهد الشاورما اللي لسه قايل لك عليه من شويه، ولكنهم كانوا بياكلوا بيتزا. البيتزا كانت من محل البيتزا بتاع كيفن فادي رئيس شركه مارفل الحالي، اللي هو برضه تلميح لاول جزء من ديد بول في فادي's فيموس بيتزا. السبب ان اكس 23 هنا او اللي كما بيقال عليها بنت وولفرين عشان هي تمت ازالتها من عالم اكس مان الاصلي بس بعد احداث فيلم لوجان، وعشان ديد بول طلب من التي في اي هانتر بي 15 انها تبعت باقي الاكس مان للكون بتاعهم الاصلي، فده يعتبر الكون الاصلي بتاعها ولكن من المستقبل. اعتقد انها طالما معاهم في مشهد البيتزا ده يبقى معناها انها هترجع تاني في افلام جايه برضه.
بعدين بنشوف ماسك ديدبول وماسك وولفرين وبيشغلوا لقطات لمشاهد ما وراء الكواليس لافلام اكس مان القديمه وافلام فانتاستيك فور كتكريم للافلام اللي كانت موجوده قبل عالم مارفل او موجوده بره عالم مارفل. في مشهد واحد بعد التتر بيتكلم عن كريس ايفانز في شخصيه جوني من الفانتاستيك فور انه بيموت في الفيلم، وان ديدبول زهق من لوم الناس عليه انه السبب في موت جوني يعني، فبيشغل مشهد على الشاشه لما كانت كاساندرا نوفا ربطاهم، وبنشوف كريس ايفانز لاول مره قليل الادب في فيلم المارفل والفيلم بينتهي. بما ان اخر مشهد في الفيلم كان في التي في اي ولسه ديدبول معاه تيمي بات، فده معناه انه لسه يقدر يرجع في سيكريت وورز ويكون موجود في الفيلم، بس لحد دلوقتي فهو في عالم الاتش مان. تفصيله تانية برضو ان مفيش تاج لاين في نهايه التتر بتقول ان كذا هيرجع مثلا زي ما كنا متعودين ان يبقى مكتوب ثانوس وير ريتيرن او اي شخصيه عموما، فكده مفيش تلميح ان ديدبول وولفرين راجعين تاني. اعتقد ده بسبب ان كيفن فيدي عايز يسيب الجمهور متعلق كده وبيفكر هل الفكره بتاعت ديدبول وولفرين معموله الفيلم واحد ولا مكمله معانا، زي ما عملوا في نهايه اند جيم انهم ما قالوش الافنجرز هيرجعوا، ما قالوش اي حاجه بس التتر وخلاص كده خلص. بس هيو جاكمان المفروض انه مضى عقد انه يعمل كذا فيلم المارفل مش فيلم واحد. المفروض العقد الاولي كان انه يشارك في سيكريت وورز بس، ولكن واضح ان الموضوع اتطور وبقى كذا فيلم. كيفن فيدي قال انهم مش ناويين يشوفوا ممثل بديل لولفرين في اي وقت قريب، فده معناه ان هيو جاكمان مكمل معانا شويه حلوين. كان في افيه اتشهر من الفيلم لما ديدبول قال انهم هيخلوا هيو جاكمان يفضل يعمل وولفرين لحد ما يبقى عنده 90 سنه، واضح انها حقيقه. وبس كده، بكره ان شاء الله هيكون في فيديو شرح لكل الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك لان ده حقيقي بيساعد، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، لو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. وبس كده، سلام عليكم.